عمرك سألت نفسك ليه ضباط هجرة مسلحين واقفين جنب بوابات التفتيش في المطارات الأمريكية مع إنهم مش تبع التفتيش ده أصلا؟ ده مش مجرد سؤال نظري، ده بجد فعلا حصل في كذا مطار هنا في أمريكا. ضباط من الأيس لابسين لبس التجهيزات التكتيكية بقوا موجودين حوالين طوابير التي اس اي ونقط التفتيش في المطارات، والإدارة بتقول إن وجودهم أصلا علشان خاطر يساعدوا الضباط بتوع التي اس اي نفسهم وقت أزمة التمويل. طيب قبل ما أي حد يقلق، هم مش بيفتشوا الركاب ومش واقفين هناك علشان خاطر يقبضوا على ناس، على الأقل ده اللي اتقال رسميا. انما السؤال اللي يهم كل مسافر دلوقتي، وجودهم هناك معناه ايه بالظبط، وايه اللي ممكن يتغير عليه كمسافر من غير ما حضرتك تحس. خلينا نرتب الصوره بسرعه. عاده لما تدخل المطار في خطين واضحين في دماغك: تفتيش وامن السفر الداخلي، ده مسؤوليه التي اس اي. اما الهجره والحدود وقصص الاقامه والتاشيرات دي الناس بتربطها بحاجات تانية: بوابات الدخول، الجوازات، او اجراءات عند الوصول او السفر الدولي. اللي حصل هنا ان الخطين دول بقوا قريبين قوي من بعض في نفس المكان عند الطوابير ونقط التفتيش اللي هي متعوده ان هي تكون منطقه بتاعه التي اس اي بس. طب ده يهمك ليه؟ لان المطار مش مجرد اجراءات، المطار هو عباره عن احساس وسلوك. وجود ضباط الهجره بشكل تكتيكي حوالين الطوابير دي بيغير الجو العام فورا. ناس كتير جدا جدا بتتوتر وبتبدا تسال اسئله منطقيه جدا: هل الموضوع هيقف عند تامين الطوابير دي وخلاص، ولا ممكن بعد كده يكون في دور اكبر، زي مثلا فحص هويات بشكل اوسع، او وقوف عند المخارج في المطارات، او وجود دائم بدل ما هو كان ظرف مؤقت؟ وهنا بقى لازم نفهم السبب اللي اتحط على الطاوله: ازمه التمويل. التي سي نفسهم في الفتره دي شغالين من غير مرتب بسبب تعطيل الميزانيه، ودي مش مجرد تفصيله صغيره، لان لما جهه تشغيليه كبيره زي دي تشتغل من غير رواتب، النتيجه الطبيعيه طبعا هتظهر بسرعه. ناس كتير بتغيب لان هي مش قادره ان هي تلتزم، وممكن ناس تانية تستقيل، ونقص الافراد ده يزيد. طب النقص ده بيعمل ايه؟ بيعمل اللي كلنا شفناه قبل كده في الفتره الاخيره في المطارات في امريكا: طوابير طويله جدا جدا جدا، ضغط رهيب قوي على المطارات، وتجربه سفر هي الاسوأ في العالم. مطار مثلا زي اتلانتا اللي هو يعتبر من اكتر المطارات زحمه، وصل انه يقول للناس تيجي قبل الرحله بست ساعات تقريبا، 6 ساعات عشان بس تلحق التفتيش. ودي رساله واضحه ان الازمه مش مجرد زحمه يومين وخلاص، دي شكلها مشكله كبيره قوي في الافراد والتشغيل. وهنا يجي السؤال اللي حضرتك ممكن تساله تلقائيا: طب ما دام الازمه ازمه افراد، ليه وجود ضباط الهجره بتوع الايس دول تحديدا، وليه بالشكل ده؟ التفسير الرسمي ان هم موجودين علشان خاطر يساعدوا التي اس اي وقت الازمه. المساعده ممكن تكون بشكل عام وجود امني في محيط الطوابير وتنظيم استجابه لاي طوارئ، او مجرد وجود يدي انطباع ان في سيطره على الموقف وقت الزحمه. بس في نفس اللحظه ده بيفتح باب حساس جدا، لان المطار ده مكان الناس بتعدي فيه وهي متوتره اصلا، داخله على تذاكر ومواعيد وتفتيش، حوار طويل. فلما تضيف العناصر بتاعه انفاذ القانون اللي هي الايس بتاعه الهجره للمعادله دي، حتى لو هو واقف ما بيعملش اي حاجه، وجوده بس كده هيعمل ارتباك نفسي واجتماعي رهيب جدا عند المسافرين. وهنا في امريكا اتحادات العاملين دخلت على الخط وقالت نقطه مهمه جدا: ضباط الهجره مش متدربين زي الضباط بتوع التي اس اي. ودي هنا مش جمله عابره، تدريب التي اس اي ليه طبيعه مختلفه، لان هم بيتعاملوا مع اجراءات تفتيش مدنيه ومعايير محدده وطريقه تعامل مع الركاب في مساحه ضيقه وحساسه. فلو جبت جهه تانية مش هي اللي بتفتش بس موجوده في نفس المساحه دي، ممكن بدل ما تحل ازمه الزحمه تزود الزحمه وتزود التوتر وتشغل الناس عن هدفها الاساسي: ان هم يعدوا من نقطه التفتيش بسرعه وبهدوء وبسلام. حتى لو هم فعلا مش بيفتشوا ومش بيقبضوا على حد، هل وجودهم ده هيبقى مؤقت، ولا دي ممكن تكون بدايه لتغيير تدريجي في شكل اداره الامن داخل المطارات الامريكيه؟ السؤال ده مش جاي من فراغ، لان في قلق طبيعي من الانزلاق البطيء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قرارات بتبدا بحل مؤقت لازمه واضحه زي ازمه الطوابير والزحمه اللي موجوده في المطارات، وبعدين تتحول من وقت لتاني لوجود دائم او اوسع، خصوصا لو الناس اتعودت عليه. النهارده هيكون اسمها مساعده التي اس اي، بكره ممكن حد يسال: طيب ليه ما يعملوش فحص هويات في نقاط معينه، بعده ليه ما يبقوش على البوابات بتاعه الخروج كمان، وهكذا. وهنا لازم نكون دقيقين جدا، لان اللي اتقال رسميا لحد دلوقتي ان هم مش بيقبضوا على ناس ومش بيقوموا بدور التفتيش، لكن الاحساس العام عند المسافرين في الفتره الاخيره كتير قوي منهم بيقول ان مجرد وجوده في المكان ده بيغير قواعد اللعبه، حتى لو على مستوى الشعور. لان المسافر العادي لما بيشوف التي اس اي بيشوف جهه تفتيش مرتبطه بطيران والسلام، لكن لما بيشوف قوات انفاذ القانون بتاعه الهجره اللي هي الايس، دماغه بتروح لموضوع الهجره بتاعه على طول. وده موضوع حساس جدا لاي حد وضعه مش واضح، او حتى لاي حد مش حابب يحس ان هو داخل على مساحه فيها استجواب او تدقيق مختلف. طب هل ده فعلا حل للطوابير؟ ممكن يبقى جزء من محاوله تهدئه الفوضى في لحظه نقص الافراد، لكن هل ده بيعالج السبب الاساسي؟ السبب الاساسي اللي هو تمويل وتعطيل الميزانيه وتاثيرها على افراد التي اس اي بتوع المطارات نفسهم. طالما الناس شغاله من غير مرتب، هتفضل الغيابات والاستقالات وارده، والطوابير هتفضل طويله، والزحمه هتفضل كتيره. يعني الحل الحقيقي مش وجود جهه تانية واقفه جنب الطابور، الحل الحقيقي ان التشغيل يرجع لطبيعته، والافراد اللي مسؤولين فعلا عن التفتيش يبقوا موجودين هم بكفاءه وباستقرار. وقبل ما نقفل الصوره
الفترة دي في تفصيلة بتزود القلق عند بعض الناس، إن الرئيس ترامب لمح لإمكانية استخدام الحرس الوطني لو احتاجوا أفراد زيادة، وده معناه إن فكرة جلب جهات إضافية للمطارات الأمريكية مش مجرد بس فكرة مطروحة، دي ممكن تتوسع على حسب اتجاهات السياسة الحالية والضغط التشغيلي في المطارات. وده بيرجعنا لنفس السؤال المركزي، احنا قدام تدبير مؤقت لأزمة الطوابير والزحمة، ولا قدام إعادة توزيع أدوار داخل المطارات الأمريكية على المدى الأطول؟ وهو ده بالظبط هدف الفيديو اللي أنا بعمله دلوقتي. اللي نقدر نقوله بثقة من المعطيات اللي قدامنا، الأزمة بدأت من التمويل وتعطيل الميزانية في الكونجرس، ونتيجتها نقص الأفراد والطوابير الخانقة والزحمة الشديدة اللي شفناها كلنا في الفترة الأخيرة. فالإدارة حاولت إن هي تسد الفجوة دي بوجود عناصر إنفاذ القانون اللي هي الآيس حوالين نقاط التفتيش. لكن الجدل الحقيقي مش هم واقفين ليه، الجدل الحقيقي وجودهم ده هيفضل في حدوده ولا هيتوسع، لأن المطار مكان حساس، وأي تغيير في الجهات اللي بتظهر فيه خصوصا لو مرتبط بالهجرة بيأثر على تجربة السفر وعلى إحساس الناس بالأمان والخصوصية في نفس الوقت.